ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يا رب كلكم تبقوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. بكرة اول رجب، ويا رب رمضان يكون شهر جميل كعادته الجميلة. النهاردة انا طالعة اتكلم او اوجه كلام لكل ست أربعينية بالذات. دلوقتي طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، او الكلام ده برضو يعني كان موجود من قبليها، ان بقى في ستات حرفيا دلوقتي بتتجوز عند سن 37 او 38. هل معنى كلامنا ده ان نبتدي نجرح فيها ونأذيها ونقول لها لا؟ فكرة الحمل معاكي مستحيلة؟ هو انتوا ربنا؟ يعني او انا، يعني استغفر الله العظيم يا رب، محدش بيحكم او يقول كلمة مستحيل. حتى لو كنت شايفة عندها كل مشاكل الدنيا والدين، عمري ما هاجي اقول لها انت مستحيل تحملي، لاني انا مش ربنا. ربنا هو اللي قادر على كل شيء، مش انا ولا غيري ولا انتوا اللي بتجرحوا بالكلام. او بمعنى اصح، في ناس كتير جدا حرفيا ما عندهاش ذرة الاحساس، بتضرب في الكلام وخلاص. فدلوقتي كل البنات، او مش كلهم طبعا، عشان طبعا في بلاد لسه بتتجوز في سن صغير عند سن ال 17 و 19 وفي العشرينات، بس هنقول اغلبنا في المجتمع بقى سن الجواز عندهم متاخر جدا. فمش معنى الكلام ده ان فرصتها في الحمل هتقل او هتبقى مستحيله. لا، ربنا قادر على كل شيء اولا واخيرا. ثانيا اكيد هرحب بيكي وهعاملك كانك واحده عندها 20 سنه عادي جدا، وهنتكلم عادي ونتابع عادي، وربنا بيكرم. يعني في ستات كتير اعرفهم اتجوزوا في السن ده بسم الله ما شاء الله، عندهم دلوقتي خمسة. الست يعني سابت نفسها من منطلق برضو كلمة ان سنها كبير، وابتدت تجيب اطفال كتير. وفي ستات تانية لا، فبنلجأ لبروتوكولات تانية معاهم. اللي انا طالعه او اللي دفعني اطلع اتكلم فيه ان في ستات بتيجي بغض النظر كان ظروفها ايه او هي ايه عايزه ايه بالظبط. انا مش هحكم عليها او اقول لها مثلا ايه ده انت معاكي ثلاثة، طب ما كفايه. انت معاكي واحد كفايه، انت معاكي اتنين كفايه. انا مالي؟ واحده وعايزه تحمل هضربها على ايديها اقول لها ما تحمليش؟ هي حره في نفسها اولا واخيرا. انا دوري كطبيب اشوف هل فعلا فكره الحمل مناسبه ليها ولا لا، ايه الضرر اللي ممكن يقع عليها كست في سن ال40 او ال30، وايه البروتوكولات اللي هتبعها معاها عشان ابتدي احقق الحاجه اللي هي عايزاها. في ناس بتبقى معاها اطفال كبار وحابه ان هي تجيب طفل تاني، وفي ناس حرفيا معهاش الا واحد، وكان لظروف ما بتحاول ان هي تخلف ومعرفتش، وبتيجي كلها يأس. تقول لك طب انا عندي دلوقتي 41، هيبقى ازاي يا دكتوره؟ لا، مفيش حاجه اسمها ازاي قدام ربنا يا جماعه. مش انا لا اللي بخليه البيبي في بطنك، ولا انا اللي بحكم عليك واقول لك ينفع او ما ينفعش. انا بس اللي عليا ان انا اوجهك واتبع معاكي الطريقه الصح. ربنا خلق الداء والدواء، وفي نفس الوقت هو قادر على كل شيء. فمثلا هي هتيجي في سن ال40 زي ما انا قلت، وده دلوقتي اللي ابتديت الاحظه كتير جدا، ان هم بيجوا عندها 42 او 43 وتقول لك اصل انا عرفت ان انا لما احمل الطفل بتاعي هيجي مشوه. نفس النقطة تاني اللي أنا بتكلم فيها، أنت إيش عرفك إن هو هيجي مشوه؟ في ناس بتخلف عند سن 46 45 حرفيا معاها بيبي زي الفل. ليه حاطة دايما كل حاجة قدامك أنا سن كبير؟ اصل انا سن كبير يا ستي، مفيش حاجه اسمها سن قدام ربنا اولا واخيرا. بيبقى في نسبه طبعا ان انا بخاطر في ان البيبي ممكن يكون في حاجه، بس دلوقتي في عندنا اشاعات رباعيه وثلاثيه، وفي عندنا تحاليل من اول ما البيبي يتخلق في بطنك بنعرف البيبي ده سليم ولا لا، وبنبتدي نتبع معاه اجراءات الاجهاض لو هو لا قدر الله مشوه او لا. فليه انت حاطه في دماغك ان هيجي طفل منغولي او هيجي طفل مشوه؟ اصل جارتي حصل لها كذا. اصل هو انت زي جارتك؟ هو انت زي فلانه؟ هو انت زي علانه؟ 100 مره اطلع في كذا فيديو اقول كل ست تختلف عن التانية، باختلاف جسمها، باختلاف هرموناتها، باختلاف الرحم بتاعها، باختلاف كل شيء. فما نجيش احنا نحكم مسبقا ان انا بدل عندي حاجه و30 سنه او عندي حاجه و40 سنه يبقى فكره الحمل معايا مستحيله. لا، مش مستحيله، بس بيبقى عندنا البروتوكولات بتاعتنا بتختلف. يعني ما اجيش اتبع نفس البروتوكول مع واحده عندها 20 سنه هو ذاته اللي هتبعه مع ال30
او الأربعين، لا بيبقى ليا طرق معينة. وزي ما انا قلت، في واحدة حرفيا ما بتابعش معاها اي حاجة، مجرد متابعة تبويض فقط وربنا بيكرمها. وفي ناس تانية بتحتاج منشطات، وناس تانية بنقص الشريط من اوله، خاصة في سن الأربعينات، ونلجأ للحقن او التلقيح المجهري. فأرجو الفكرة دي تتمحي تماما، لان مش هاجي زي ما انا قلت في المجتمع ده وفي ظل الظروف القاسيه جدا على الجميع. في ناس كتير جدا حرفيا بتتجوز سنها متاخر للغايه، فمش هاجي اقول لها دلوقتي ايه ده انت اتجوزتي، انت لسه متجوزه وانت لسه عندك 38 سنه، ادي اول جرح انتوا بتجرحوا لهم. وبعد كده ايه ده، لا انت هتتاخري قوي في الحمل، ده ممكن ما تحمليش اصلا، برضو تاني جرح عمال تدوس على الست اللي قدامك. ده غير ان احيانا بلاقي الزوج ذات نفسه او اهل الزوج، انت متجوز واحده كبيره ليه؟ طب كان ليه من الاول؟ عايزه اقول او اوجه رساله بالذات للاشخاص اللي من النوعيه دي: مفيش حاجه اسمها سنها كبير، في حاجه اسمها توجيه صح، في حاجه اسمها ربنا اولا واخيرا. ارجوكوا ما تنسوش وجود ربنا القادر على كل شيء. وياما في ناس كتير جدا عندها عشرينات، يعني كان في العشرينات وحرفيا اتشخصت ان هي فشل مبايض، وكانت الكلمة المشهورة بعد هذا التشخيص: مستحيل مستحيل يا مدام تحمل. يشاء القدير العليم ان هي تيجي حامل، ويشاء القدير العليم ان هي تجيب العيل والاتنين والتلاتة بدون اي شيء وبدون اي تدخلات. هي طلعت من عند الطبيب اللي قال لها هذه الكلمة، بغض النظر كان منطلقه ايه فيها بالظبط، فقد الامل، عايشه حياتها عادي ورضيت باللي قسمه ربنا، وربنا رضاها في الاول وفي الاخر. فهو ده اللي انا حابه اوصله. يا ستي يا اللي عندك 40، يا ستي يا اللي عندك 30، يوم ما تقولي انا عايزه احمل حاولي. اوعي ابدا تستجيبي لكلام الناس او لتجريح الناس وتقولي لا مش هينفع. لا هينفع، عشان ربنا لو رايد لك حاجه زي كده هتتحقق بدوني او بيا. اللي عايزه اوجههولك ان السن ده بيبقى فيه مخاطرات نوعا ما بنسبه 50% ل 50%، بس زي ما في وحش في حلو. زي ما في ناس بتجيب بيبيهات كويسه جدا، في ناس بتجيب بيبيهات مش كويسه. وزي ما انا قلت في تحاليل بتتعمل دلوقتي، الدنيا بقت تمام معانا، رباعي الابعاد يعني يعتبر بالنسبه لنا بقى ملاذ لحاجات كتيره جدا. فبلاش حته الخوف دي، وارجو ان انتي الحاجه اللي تتمنيها وتتمني ان انتي تحققيها تعالي تابعي وشوفي ايه الاخبار، وشوفي ايه الاختيارات اللي قدامك تعمليها واعمليها، عشان ما يجيش عليكي يوم في تقولي يا ريتني كنت عملت او يا ريتني كنت سويت. باختلاف سيناريوهات الحياه، باختلاف الستات اللي بيبقى معاها وعايزه، باختلاف الستات اللي بتبقى معاها بنات ونفسها ربنا يراضيها بحاجه تانية والعكس صحيح، باختلاف الستات اللي ربنا ما قرض لهمش الحمل من اساسه. فارجو قاموس اليأس ده ما يدخلش في حياتنا كستات. انت ست في الاول وفي الاخر، عندك 30 عندك 20 عندك 40، انت ست تمام. عندك الغريزه اللي ربنا خالقها فينا ان احنا بنحب نكون امهات حتى لو كان عمرنا ايه، احنا ما عندناش مشكله، بس بتيجي مش بتقرري منك لنفسك، عشان برضو ما بقاش فاتحه الموضوع على البحري قوي. بتيجي تتابعي والله الوضع بالنسبه لي انا الوضع 1 2 3 4، فاحنا قدامنا كذا كذا كذا، تيجي نتابع ايه ونعمل ايه ونسوي ايه. انما عمري لحد ما اموت ما هتطلع الكلمه دي مني، كلمه مستحيل ان انتي تحملي. يا رب يكون رمضان الجاي ده فتحة خير على البلد كلها، ويا رب يا رب تكونوا بخير دايما، ويا رب اكون فدتكم، واتمنى اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم سالمين.